طول ما انتي مش فاهمة الأمومة هتفضلي دايما خايفة منها، متوترة ومتعصبة، حاسة انها تغيير كبير قوي، حاجة ممكن تكون أكبر منك بكتير ومفيش أي حاجة دربتك عليها. الكلمتين اللي أنا شايفة ان انتي من حقك تسمعيهم هو ان انتي كل اللي انتي بتمري بيه ده دلوقتي طبيعي جدا، مش بس علشان التغيير اللي حصل في حياتك هو تغيير جذري، بس علشان كمان صدقيني جاي معاه تغيير فسيولوجي حاصل فيكي، بالاضافه لكل التغيرات اللي انت اكيد حاسه بيها من ناحيه ان انت ايموشنال شويه ممكن تكوني بتمر عليكي بلحظات اكتئاب، زعل، حزن، تقلبات يعني سريعه في المشاعر كلها. بصي، الفكره ان المرحله دي متطلبه منك ان انت هتبقي اضيفت لاولوياتك الكائن الصغير ده الذي لا حول له ولا قوه، وانتي اكتر واحدة هتبقي حاسة بيه ومحتاج لك، وكل احتياجاته هتبقى انتي اللي بتلبيها اكتر من اي حد تاني، مش بس عشان الرضاعة، ولكن احساسه بيكي هيكون اعلى من احساسه باي حد تاني. الشعور بالامان اللي هو محتاج يحسه في الدنيا في الايام الاولانية دي انتي بس اللي هتعرفي توصليهوله، لانه حافظ صوتك، اتعود على ريحتك، كلها كام اسبوع وعينه هتثبت على عينيكي، هيميزك من وسط اوضه فيها بني ادمين كتير وهيعيط علشانك انت. وده بيعمل حاجتين: احساس بانه يا قد ايه انا بقيت غاليه عنده، قد ايه انا بدات احبه واتعلق بيه، والناحيه التانية هو انك تحسي انك مربوطه، متكتفه، مخنوقه. دي كلها يا ستي مشاعر طبيعيه، ومش معناها ان انت كده عندك اكتئاب، انت كده بني ادمه طبيعيه جدا. من اهم التغيرات بقى الفسيولوجيه اللي بتحصل لك هو انه احنا ربنا خلقنا بحاجه كده جوه دماغنا اسمها الاميجدلا. الاميجدلا دي خلينا نقول يا ستي ببساطه خالص انها سنسر الخطر. عارفه لما بتيجي تركني عربيتك كده وترجعي بظهرك عشان تركني، فتلاقيها بتديكي زماره ان انتي قربتي تخبطي؟ هي الاميجدلا في مخنا عامله كده بالظبط، بتدينا احساس بان في خطر، فتبداي تفكري ازاي هتحمي نفسك منه او هتتعاملي معاه. بعد الولاده بقى يا ستي حجم الفصايه الصغنونه اللي اسمها الاميجدلا دي بيتضاعف، تلاقي نفسك انتي حاسه نفسك انك يقظه اكتر، alert، بنام وانا مش نايمه، بنام وانا صاحيه، بنام عين مغمضه وعين مفتحه، جوزك جنبك بيشخر ونايم براحته، وانتي لو ابنك كح او عطس في الاوضه التانية تعرفي تصحي وتتنفضي من النوم، من احلاها نوم، وتجري عشان تشوفيه ماله. سبحان الله، تغير ضروري انه يحصل، متعب شويه، ولكن فهمنا ليه ممكن يساعدنا شويه ان احنا نتقبله ونعيش الرحلة والمرحلة بكل التقلبات وكل المشاعر اللي هتطرح علينا. نصيحتي ليكي باختصار في الوقت ده انك ما تعمليش فيها 7 رجاله في بعض، اطلبي مساعده لما تبقي محتاجاها، دفنتلي انت محتاجاها. ركزي اكتر في الشهور الاولانيه اللي بعد الولاده ان انت تسترجعي طاقتك ونشاطك تاني بغذاء كويس، براحه كويسه. اي نعم نومك هيكون ملخبط، بس لما نشيل من عليكي شويه مهمات تانية بتتعمل في البيت زي التنظيف والاكل، وتحاولي ان انت تعملي الحكايه دي اوت سورسنج وتشوفي حد يساعدك فيهم، بنسبة كبيرة جدا أعصابك هترتاح وجسمك هيرتاح. نصيحة تانية، تقبلي فكرة ان المرحلة دي في حياتك هي فوضوية قوي، مزعجة شوية. ما تتوقعيش ان البيت يبقى متروق ومتنظف زي ما انتي متعودة، وده من جمال المرحلة، لان هي اسمها مرحلة لانها مرحلة وبترحل، بتعدي، فاصبري واستمتعي بيها. طبعا كلمة استمتاع في اللحظة دي انا عارفة ان انتي حاسة ان انا بقول اي كلام، بس صدقيني استمتعي، عيشيها، يعني حتى لو مش هتتبسطي بيها عيشيها زي ما هي، عشان على الاقل لما تفتكريها تقولي انا عشتها، مش تقعدي تفكري كده مع نفسك انا مش عارفه الايام واللحظات دي راحت في ايه. انا عارفه ان دي ممكن تكون حاجه صعبه، بس انا عايزاكي تشركي اللي حواليكي في اللي انت بتحسي بيه، بالذات طبعا اقرب حد ليكي اللي هو المفروض جوزك، اخواتك، مامتك. لازم ما تتكسفيش من اللي انت بتحسي بيه. لو في وقت من الاوقات حاسه انك مخنوقه وعايزه تسيبي ابنك وتنزلي تمشي في الشارع نص ساعه لوحدك، ما تتكسفيش تقولي كده.
دي اكتر حاجه بتتعب على فكره، انك تبقي حاسه ان انت محتاجه تفصلي دماغك شويه وما تعمليش ده، فبتوصلي بسرعه لمرحله الاحتراق. خلاص انا مش قادره ادي ولا قادره اعمل اي حاجه خالص، ومتعصبه ومش مبسوطه وتعبانه، واعراض اكتئابيه. اي نعم مش هنبقى عارفين لسه اذا كان اكتئاب بجد ولا لا، بس الاعراض هتكون موجوده، وفي الاخر انتي مش عايشه، انتي مش مبسوطه. طب ليه؟ اشركي الناس من غير كسوف، ما تحسيش بالذنب لما تحسي انك محتاجه تفكي شويه، مش عيب ولا حرام ولا حاجه تحسسك بالذنب. وافتكري بالظبط كده انك لما تيجي تطلعي على الطياره بيدوكي دايما ارشادات انه لو حصل حاجه في ضغط الهواء هننزل الماسكات بتاعه الاكسجين وتلبسيها انتي الاول، وبعدين تشوفي لو في حد حواليكي محتاج مساعده حتى لو كان ابنك. تفتكري ده ليه؟ ده علشان انتي لو انتي مش كويسه وجالك نقص في الاكسجين مش هتعرفي تساعدي ابنك اللي قاعد جنبك، فهتتصرفي عكس الفطره بتاعتك اللي بتقولك لا 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 ما تناميش، ما تاكليش، ما تستحميش، ما تعمليش اي حاجه، شوفي بس انت عايز ايه. لا، خدي بالك من نفسك الاول، وبعدين هتعرفي تخلي بالك من ابنك، فبالتالي نفسيتك ونفسيته هتبقى احسن. لان اللي انت ما تعرفيهوش بقى وهتحسيه في الايام اللي جايه، ان الاطفال الصغيره بيحسوا جدا بطاقه المكان اللي هم فيه، وبيحسوا جدا بطاقتك انت سواء كنتي حزينه او سعيده. فلو مضغوطة ومتعصبة ابنك هيحس، وهتلاقيه بيزن أزيد، مزعج أزيد، متعب أزيد، على عكس ما تكوني انتي أهدى. وده مش هيحصل غير لو بصيتي لنفسك بأهمية وحطيتي نفسك على لستة الأولويات.